ازاي اوقف الدوشة اللي حاصلة في دماغي في 3 خطوات بس؟ اول حاجة محتاج اعرفها واحددها ايه هو مصدر الدوشة، وغالبا هيكون حاجة من 3 حاجات. 1. الحزن على الماضي واللي فات. 2. رفض الحاضر وعدم التواجد فيه، وده بيخليني طول الوقت غضبان. 3. الخوف من المستقبل وكل ما هو مجهول. طيب، وبعد ما حددت المصدر والسبب اعمل ايه بقى؟ اول حاجة محتاج اقفل باب الماضي كويس جدا واتأكد انه مقفول ومش متوارب، واتقبل اللي فات من احداث، واتوقف عن تأنيب الضمير والكلمات بتاعت لو رجع بيا الزمن كنت وكنت، لان وعي ساعتها كان كده، وده مقدر انه يحصل، وان دي كانت امكانياتي. 2. استثمر في الحاضر، يعني خليك مركز طول الوقت في اللحظة الحالية، لانها اللحظة الوحيدة اللي انت بتملكها. حاول تخلي نفسك دايما هنا ودلوقتي والآن، واستمتع بيها. 3. التوقف عن القلق والتفكير في المستقبل اللي هو أصلا مجاش، وهو مجهول وغيبي ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولو في حاجة معينة قلقان منها، شوف إيه اللي تقدر تعمله دلوقتي ممكن يحميك أو يجنبك حدوثها قدام. ولو مفيش حاجة تقدر تعملها، يبقى تسلم أمرك لله سبحانه وتعالى، وهو الذي يدبر الأمر. لو طبقت ال3 خطوات دولت، الدوشة اللي في دماغك هتهدى كتير. ارجع اسمع الفيديو كمان مرة.